لو عايز تشد انتباه أي حد سواء صاحبك، مديرك، أو حتى شخص أول مرة تكلمه، ركز معايا الدقيقة الجاية دي. قول الجملة دي: انت عارف ايه أكتر حاجة بتعجبني فيك؟ أو عارف ايه أكتر حاجة بستغربها فيك؟ الجمل دي مش عادية، دي بتخلي اللي قدامك يسيب أي حاجة بيعملها ويركز معاك فورا. ليه؟ لأن علم النفس بيقول إن الإنسان دايما بينجذب لأي كلام فيه اسمه، صفاته، أو تفاصيل تخصه. يعني باختصار، لما تتكلم عنهم بتملك انتباههم. جرب كمان تقول: على فكرة، انت فيك حاجة غريبة لاحظتها، بس خد بالك ما ينفعش ترمي الجملة وتسكت، لازم تكون محضر كويس هتقول ايه بعديها. التأثير مش بس بالكلام، التأثير انك تقول الحاجة الصح في الوقت الصح وبالطريقة الصح. جرب الكلام ده في شغلك، في علاقتك، حتى في تعارفك مع ناس جديدة، وهتشوف فرق رهيب. قولي في الكومنتات ايه اكتر جملة بتستخدمها عشان تشد انتباه اللي قدامك، ويلا شارك الفيديو ده مع حد حابب يطور من مهاراته في التواصل.